أعلنت الطوارئ القصوى جراء إقدام القوات المغربية على خرق وقف إطلاق النار صباح اليوم من خلال هجومها سواء كقوات مغربية أو بطجية على المدنيين العزل المتواجدين في منطقة القرقالات، والذين كانوا يعبرون أو عبروا تعبيرا حضاريا مدنيا عن رفضهم للاحتلال المغربي، وبالتالي تواجدوا على أرض الميدان في منطقة القرقالات. لذا ما قامت به القوات المغربية اليوم هو خرق سافر للاتفاق العسكري رقم 1 المبرم بين الطرفين سنة 91، وهذا الخرق أدى بالتأكيد إلى أن قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تصدت ووقفت بالمرصاد أمام هذا التقدم، وحدثت اشتباكات عسكرية مباشرة بين الطرفين. أدت هذه الاشتباكات إلى توقف تقدم القوات المغربية في ذلك الوقت، وبالتالي هذا يعني مباشرة أن المخزن المغربي وأن المغرب قد أعلن بشكل علني وصريح عن نيته أولا في الهروب إلى الأمام، ولكن كذلك نسفه لمخطط التسوية الذي صودق عليه بين الطرفين سنة 91. هذه في الواقع الأمر هي حدثت اشتباكات في الصباح الباكر، وبالتالي النتائج هي نتائج مباشرة في أرض الميدان، وبالتالي ما يعني أنه يعني حدث توقف قلت لي تقدم القوات المغربية القازية. هذا الحدث أدى بالصحراويين إلى أن يعبروا بشكل يعني عميق من جديد عن رفضهم لما أقدمت عليه القوات المغربية، وبالتالي اليوم استقبلنا آلاف جموعا تبلغ الآلاف من الشباب والشابات المتطوعين للانضمام لوحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي. نحن في وزارة الدفاع رحبنا بهم وقدرنا وثمنا كذلك هذا المجيء وهذه الاستجابة المنقطعة النظير. والآن جيش التحرير الشعبي الصحراوي يفتح أذرعه باستمرار لتقوية وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، لأن الحرب تعني الشعب الصحراوي، والموضوع الجوهري هو تحقيق واستكمال بناء الدولة الصحراوية التي ننشد جميعا كوطنيين وكصحراويين بنائها على كامل ترابنا الوطني. بهذه المناسبة أيضا أريد أن ننوه عاليا بهذه الهبة الوطنية هنا في اللجوء، ولكن كذلك في المناطق المحتلة وفي جنوب المغرب وفي المهجر وفي المناطق المحررة. هذه الهبة الوطنية التي تمثل منعرجا جديدا في الصراع، لأنه الصراع يضمنه عادة أو مصائر الشعوب تضمنه الشعوب. إذا نحن نستبشر خيرا بهذه المواقف المشجعة وهذه المواقف المعبرة، ولنا كل الثقة في شعبنا، ولنا كذلك كل الثقة في الوطنيين أو في أحرار العالم، لأن يعني ألفنا هذه المواقف الوطنية الخالصة، ولا سيما من طرف الإخوة الجزائريين شعبا، حكومة، جيشا، مجتمعا مدنيا. وإذا كل الشكر وكل التقدير لكل أحرار العالم، وسنستمر في كفاحنا بإذن الله حتى تحقيق وأقول استكمال بناء الدولة الصحراوية على كامل ترابنا الوطني.